الذهب. الذهب اللي مجنن الناس، الذهب اللي وصل ولا هيوصل بكره ل 2000 جنيه جرام. الذهب. طبعا دول ذهب صح؟ لا هما مش ذهب، دول ذهب صيني. اه والله ذهب صيني ما يجيش حتى 80 جنيه الاربعه دول. الست اللي عايز تتعايق بقى تتعايق بالذهب الصيني، مش عيب ولا حرام طالما انت غاويه بقى. لكن تجيبي بقى ذهب اليومين دول وكده، عايزه تجيبي دهب عشان تشيليه. ها عايزه تجيبي دهب عشان تشيليه، هاتيه وشيليه. تشيليه للزمن عشان ما تضمنيش بكره فيه ايه. ماشي معاكي. لكن للعياء او الكلام من ده ان انتوا تجيبوا دهب صيني زي دوت عشان خاطر تعيقوا بيه وتنزلوا بيه الشارع، انا ما انصحش اي واحده دلوقتي تنزل ولا تلبس بناتها دهب صيني وتنزل بيه، عشان حاجتين والله، عشان الحسد وعشان السرقه اكيد. احنا في ايام ما يعلم بيها الا ربنا. دي حاجه. خلي الدهب ده على جنب. السلام عليكم الاول، والله وحشتوني وانا عارفه ان انا مقصره. عايزه اتكلم النهارده على كومنتات شفتها بصراحه بسبب الذهب. الشباب فعلا الله يكون في عونهم، انا مش عارفه بكره هيعملوا ايه، كله بيقول هنتجوز ازاي وده حقهم، شباب ونفسهم يعيشوا، شباب نفسهم يبقى لهم بيت واسره وحياه. لكن انا عايزه ادي نصيحه لكل شاب بصراحه، عايزه اقول له قبل ما تتجوز اي بنت او تتقدم لها لازم تكون صريح معاها. والله لو انت يعني مقدرتك دبله وما تبينش بقى ان انت ايه تدخل بقى تتفشخر وكده، لا باين يعني مقدرتك، انا مقدرتي ان انا هجيب دبله. والله يا بنتي الناس قدرت يعني موافقه على مقدرتي على كده، اهلا وسهلا. ونصيحه لكل ام وكل اب، انتوا شايفين دلوقتي الظروف عامله ازاي، فبلاش تيجوا على الشباب قوي. تمام. واي بنت جاي لها عريس يعني خلي كل اب وكل ام يقول انا بشتري راجل. دي كلمتها كنوز، ان انت تشتري راجل في بيتك ده كلمتها كنوز، ان تدخل راجل في بيتك شاري بنتك وشريك، دي كنوز. ده ما تتقلش بالذهب. لما يكون جاي بنت العريس ماشي قول لهم ايه، قول لهم حاجه حلوه قوي. الشبكه دي هديه منك لبنتي. اشتروا الرجاله الحلوه اللي داخله من الباب، اشتروا الرجاله الحلوه اللي بتشتري ولادكم، اشتروهم بدل ما يدخلوا الباب بيخشوا من الشبابيك. انهي احسن. دلوقتي ما تزعلوش مني، البنات وصلت دلوقتي لسن قد ايه من غير جواز، والله في وصل ل 40 سنه. والله يعني فعلا بنات يعني الله يكون في عونهم، ظروفهم صعبه. احنا الظروف الاقتصاديه هي اللي مأثره على الشباب، شباب كتير مش عايز يتجوز من ايه، مش عارف ولا يجيب شقه ولا عارف يجيب شبكه ولا عارف يعيش ازاي. طيب هيعمل ايه؟ مش لازم احنا يعني كأب وكأم نشيل الناس ديت، ما هو مصير ابنك برضه هيتجوز. يبقى انتوا المفروض ما تشرطوش على العريس اللي داخل بيتكم دوت. نرضى بقى باي حاجه، نرضى باي حاجه، ايه المشكله يعني، ما يبتدوا واحده واحده، يبتدوا صغيرين ويكبروا مع بعض. النهارده جاب لها دبله يا ستي، بكره ما تضمنيش ربنا يفتح عليه. والله بيبقوا واخدينهم على قد حالهم وربنا بيفتح عليهم قوي من باب واسع، او وشها حلوه عليه عشان رزقه بقليلهم، وشها حلوه عليه عشان رزقه بالقليل. فانتوا خدوا بالكم من الشباب ديت، ويا ريت ما تجوش عليهم. عايزين ان احنا نفرحهم يعني، تعالوا شويه على نفسكم يعني الامور تبقى حلوه كده في البيوت. يعني اقفوا جنب الشباب. نلغي الشك، ايه المشكله؟ نكتفي بدبله، ايه المشكله يعني؟ نسيس امورنا مع بعض وكده، ونبقى الحياه حلوه ووردي وتبقى يبقى في امل كده للشباب ان هم يتجوزوا، ان يبقى لهم حياه، يبقى لهم بيت. الشباب متحطم، ما يبقاش احنا والزمن والغلاء عليه، والمشكله الغلاء بقى اللي جايه ديت يا عالم بقى الذهب ده هيوصل لفين. يعني احنا النهارده بنقول، النهارده احنا كنا من قيمه كام شهر كده قلنا ب1000 جنيه وكنا ايه، النهارده بنقول ب2000 وهيوصل 2000 بعد بكره. وانا هو انت اهو. ويعلم برضو بعد ال2000 هل هيقف على كده ولا في بقى زيادة تاني؟ ما الزيادة دي علينا كلنا، مش حكاية ذهب ولا شبكة ولا جواز. حكاية بقى مهمة قوي ان الاسعار كلها هتغلى، يا ترى هتوصل لفين، ومش عارفين اللي هيحصل بكرة، مش عارفين الدنيا رايحة بينا على فين. احنا بقينا نخاف من بكرة كلنا، مش عارفين ربنا يعني. بص، بلاش تشتري ذهب دلوقتي. هو قيمته في الفلوس انا عارفه، وفي ناس معاها هي اللي بتشتري، اللي ما معهوش هيعمل ايه؟ طب ما انت بتغلي علينا احنا كل حاجه. المشكله اللي معاه هو اللي بيغلي علينا كلنا. طب ايه دلوقتي مصيرنا بكره؟ احنا خايفين من بكره، وبكره ده بتاع ربنا. والله بكره ده بتاع ربنا. احنا بنقول يا رب وبنتمنى ان بكره يبقى خير، ونقول يا رب، هنقول ايه بس غير كده؟ فعندنا امل بكره نبقى احسن ونشوف الدنيا رايحه على فين. بس اهم حاجه ان احنا نخاف على بعض ونحافظ على بعض.
وبلاش قوي يعني نيجي على الشباب ونقف جنبهم كلنا، مش عيب ان احنا نقول لهم دي هديتكم منكم للعروسه ونشيل بعض كلنا، وبلاش مطالب جامده والشقه الفلانيه والعفش الفلاني. سيبوهم هم يجيبوا على قد مقدرتهم، سيبوهم يبنوا بيتهم هم مع نفسهم. والله لو بالك جابوا اوضه نوم واوضه اطفال كده صغننه وكده وابتدوا حياتهم، هتلاقيهم ربنا بيفتح عليهم. تلاقيها تاني يوم بتجدد بقى شقتها، بتجيب حاجات تانية عليها. ما فيش حد بيقف عند حاله يعني، ما بيبقوش واقفين عند حاجه معينه. يعني اهالينا كانت مبتديه صغير، والله باجور جاز وسجاده، مش سجاده مين كان، والله حصيره وباجور جاز وعايزين حياتهم، بس كان في حب وكان في سعاده. دلوقتي جايبين من ارض للسماء، وما كنتش تسمعوا كلمه طلاق. ده الطلاق ده انا لسه في يعني ايه حلقه كده حاجه اتكلم فيها، اتكلم عن الطلاق وازاي الست تحافظ على جوزها، وازاي برضو الراجل يحافظ على بيته وعلى عياله وعلى مراته ان شاء الله. وسيبكم بقى من الكلام اللي بتسمعوه دوت في التلفزيونات، احنا عايزين نعيش الواقع اللي هم مش حاسين بيه، بتاع فساتين الماركات اللي تحطها على تحت رجلينا. لا، مش في دماغي بقى يا حاجه. ماشي، ان شاء الله بيوتنا يبقى فيها خير واولادنا بنشوفهم بخير، ده اللي احنا عايزين نشوفه، ودي رسالتنا في الحياه، ان احنا نسعد اولادنا. احنا كفايه بقى ان احنا عمالين ايه نيجي عليهم نيجي عليهم نيجي عليهم. الشباب محبط، الشباب عماله تنتحر. فشوفوا الشباب ديت حرام يعني، عايزين نقف جنبهم. والله انا بحب الشباب الصغير المكافح اللي بيقف بيبقى باين صح وبيبتدي صح. ويا ابني الناس، انت بمقدرتك انت تدخل البيوت، انا اقول انا مقدرتي كذا، والله يحبوك على النظام ده. والبنت ما تتفشخرش قدام البنت تقول انا عندي مثلا العربيه الفلانيه لا، انت بتدي صغير وقول لها دي حياتي دي دنيتي. والله وافقت عليك، هي بتشتريك انت اصلا، مش بتشتري ولا العربيه ولا الشقه ولا الكلام ده. كل ده كلام فارغ، كل ده في الهوا. الراحه النفسيه والسعاده دي اهم من اي حاجه. الحب اللي احنا نفسنا يرجع بيوتنا، الموده، الرحمه، فين الحاجات دي اهم، والله دي اهم. اهم من المال، واهم من الفلوس، اهم من الذهب، واهم من المال، واهم من الحاجات دي كلها. بكنوز الدنيا. واشتروا راجل في بيتكو احسن من اي حاجه في الدنيا. تمام، وان شاء الله خير. نتمنى من ربنا، احنا يعني املنا في ربنا كبير جدا، ان الغلا ده ربنا يرحمنا منه هو والوباء. ويا رب يا رب يكون ايامنا اللي جايه احسن لاولادنا. احنا مش هنعيش على قد ما هنعيش، احنا بنسيبهم هم رساله كده يعني، احنا رساله بنسيبهم لناس محترمه يحافظوا عليهم. احنا مش هنعيش لهم كتير. نصيحه لكل اب وكل ام، بلاش الشروط الجامده ديت. وان شاء الله خير ويصلح حالهم كلهم جميعا. ما تنسونيش في الشير وسبسكرايب واللايك. بتطنشوني انا عارفه. يلا، السلام عليكم.